بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده. تعالوا بقى نشوف اليوم بتاعنا الطويل ده هنعمل فيه ايه. عيالي كنا جايين لي بقى في اليوم ده وكده، وقلت بقى اشوف حالي وكده واشوف اللي ورايا. اول حاجه عملتها بقى كده، مسكت بتاع الغساله بتاعتي بتاعت الاطباق، فضيتها عشان تستقبل بقى المواعين الجديده، ورحت شاطفه المواعين بتاعتي ورحت حطها في الايه في الغساله. مش لازم اقول لكم بقى انا هعمل ايه ومش هعمل ايه. تعالوا شوفوا بتاع العنوان بتاع الفيديو نفسه بيقول ايه. بصوا بقى، ياسمين عز دي اصلا هتجنن الستات كلها وجننت اصلا الرجاله، على اساس ان هي مثلا ايه، الرجاله بتدافع لهم ان هم بيدافعوا عنها. لا، هم مش بيدافعوا عنها والله خالص. ده كل الرجاله مقروحين منها، ما اعرفش ليه، مع ان هي طول اللقاءات بتاعتها وطول البرامج بتاعتها عماله تقول الراجل وتحطي فوق كتافك وما اعرفش ايه، وخليكي عيونك شتويه وخلي صوتك شتوي. انا مش عارفه ايه العيون الشتويه والصوت الشتوي دي، اخترعتهم مش عارفه، من اختراع ياسمين عز. يا جدعان خلاص، يعني هودوها واعملوا اللي هي بتقول عليه. بس انا اول واحده لو عملت كده الصراحه ربنا، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، الواحد يتطلق ولا، يعني مش عارفه، حاسه كده ان الرجاله بتفهم بتفهم التمثيل، بتفهم اي حاجه. الراجل بيبقى عارف مراته، بيبقى هي عشره عمره، بيبقى عارفها بتيجي بايه وما بتجيش بايه يعني بيبقى عارفها البروجرام بتاعها ماشي ازاي. هي تقولك ايه ده الراجل ده معرفش ايه ولازم تحطيه على كتافك. تحطيه على كتافك ايه يا ماما؟ تحطيه على كتافك ايه يا ماما؟ هو زي ما بالعكس، ده الرسول عليه الصلاه والسلام موصي ان الراجل هو اللي، يعني حتى هو الرسول بيطلع في الروح كان بيقول رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. يعني نادرا ما يوصى مثلا الست بالراجل، او نادرا ما وصى على الرجاله. لان دايما اللي بيقولوا ان الست هي اللي بتبقى اول حاجه حماله اسيه، وبتبقى جنس، مسمينه الجنس الضعيف. المفروض ان انت انثى تدافعي للانثى اللي زيك، بتدافعي ليه للراجل؟ حد يعني عايزه اسال سؤال كده يا جدعان، هي ياسمين عز دي متجوزه ولا مش لاقي عريس، ولا هي بتعمل كده عشان تدور على عريس، ولا ايه بالظبط؟ مش عارفه، كلامها كله انا جننتني. ده كل السوشيال ميديا ما بتتكلمش الا على ياسمين عز، ياسمين عز. في ايه بالظبط؟ انا سمعت دودو شانل بتقول هي عايزه طلقه ما بين حواجبها كده ونخلص منها، مش عارفه. والله العظيم ضحكت، حتى كل الناس بيتكلموا عليها. تقول لك الشعر الخيلي والشعر البلحي، بتطلع الفاظ كده غريبه جدا. يا جدعان في ايه؟ انا عايزه اعرف في ايه. هما بيلهونا عشان الغلا اللي احنا فيه، وبيلهونا عشان العيشه اللي احنا فيها، ولا بيعملوا فينا ايه بالظبط؟ مش عارفه يعني. خلصنا من رضوى الشربيني، وكانت رضوى الشربيني دي برضك ترند فتره، طلعت لنا ياسمين. يمكن هي بتعمل كده عشان تثير الجدل، او تثير شغف الناس ان هم يتكلموا عليها، او تطلع ترند. هما بيقولوا لك ترند، ما اعرفش ايه الترند ده الصراحه. انا ما وصلتلهوش لسه، يعني ما كانش ليا الشرف ان انا لسه اوصل له. فيمكن الواحد سبحان الله وسبحان مقلب الاحوال يعني. فالصراحة الواحد هيتجنن خالص من الدنيا دي، بقت غريبة خالص والله العظيم. الواحد بيسمع حاجات غريبة. يا جدعان ريحوها واعملوا لها اللي هي عايزاه، طالما هي عايزة الراجل يتشال فوق الكتاف والراجل يتعمل ما اعرفش ايه. يعني ده هي انثى، المفروض تحس بالست اللي زيها، مش بتدافع. وكل ال اليوتيوبرات الرجاله بيتكلموا عنها بطريقه مش حلوه. طب دي بتدافع لك يا جدع، زعلان منها ليه؟ طب وبتتكلم عليها وحش ليه؟ المفروض ان هي بتدافع لك، يعني تحطها فوق دماغك على اساس ان هي كمان ايه، يعني حلوه، هي جميله، هي اموره اصلا. وبعدين خصوصا بقى ايه، الله اعلم، بيقولوا عملت عمليات تجميل، وعملت. فمش مقتنعين بجمالها خالص، عمالين بيتكلموا على سماجتها، وبيتكلموا. مش عارفه، انا عن نفسي شايفاها اموره يعني. بس مش عاجبه الرجاله خالص، مش عاجبه اي يوتيوبر بيتكلم عليها. انا بتفرج على واحد اسمه يوتيوبر اسمه احمد، مش عارفه احمد ايه، احمد تي في حاجه كده. هو واد فقري كده والله، دايما بيطلع مع قطه كده، وبيصور في الحته الاولانيه بتاعته كده، البرومو بتاعه الاولاني كده، بيطلع معاه قطه وبتاع. مش عارفه حد يعرفه ولا لا، من اللي انا بتكلم عنده مشاهدين كتيره جدا. عنده يعني بيعمل مشاهدات كتيره ونسبه مشاهدات. هو دمه خفيف، بس بيجيب حتت منها كده وهي بتتكلم، ويجيب ايه وهو بيتكلم هو. عارفين والله بقيت قاعده لوحدي عماله بضحك، يعني بتفرج عليه وبضحك. يعني هو اللي بيضحكني الصراحه، والله العظيم الدنيا دي على الله السلامه. مش عارفه، خلاص ريحوها يا جدعان واعملوا اللي هي عايزاه. خلينا بقى في بتاع الحوار بتاعنا الكبير ده. تيجي تشوف المرأة لما بتيجي تقلب عيونها شتوية بتعمل ايه. احنا في الايام الشتاء وايام الصيف وايام البرد، عملنا خلصنا اللي ورانا كده، والعيون شتوية. ايامنا ايام هباب الصراحة، ما يعلم بيها الا ربنا. خلصت شطبت المطبخ بقى كده، ودخلت على الأوضة بتاعت أوضة النوم. كانوا عيالي جايين في السكة بقى وكده، وقلت أقوم بدري شوية بقى واتمهمس كده وأعمل فيها نشيطة. بلاعين شتوية بلاعين صفية.
ومسكت بتاع السرير بتاعي نضفته بردك، وكنت شطبت بقى خلاص المطبخ وبتاع، وحطيت رصاصة بتاع المواعين بتاعتي في الغسالة بتاعة الأطباق، وعملت بقى كوباية شاي بلبن كده، وبدأت يومي. كان يومي طويل الصراحة، وأنا دمكلكوا يعني كذا مقطع مع بعض، بس الصراحة كانوا ملمومين عندي، وهم ايه كانوا نفسهم في السينابون وكده، وقعدوا يقولوا لي اعملي لنا سينابون يا ماما. فقلت ايه اعمل لهم السينابون اللي هم بيحبوه. ياسمين بنتي كانت طالباه مني من كذا يوم، بس بنتي بقى الكبيرة قالت لي انا هعمله انا يا ماما وكده. فالصراحة عايزة اعرفكم ان المركب مريسين بتغرق، ما حدش يعمل اي حاجه، يعني اللي يعمل حاجه يعملها من اولها لاخرها. انا كل لما اجي مثلا اعمل حاجه معاهم يقولوا لي يا ماما انت بوظتي ما اعرفش إيه. يا ماما احنا بنعملهاش كده يا ماما. بص عارفين اللي هو اللي علمناه، مش حتى سوقنا على الابواب. السينابون ده والله العظيم انا يعني المقادير بتاعتها انا اللي كنت ببقى عاملاها في الاول، وهم ايه فكوني يعني بقوا اشطر مني. فيقولوا لي لا يا ماما انت بوظتي، جيت اقطعه قالوا لي لا ما انت قطعتي بوظتي. فسبت لهم بقى، اديتهم بقى المطبخ بتاعهم كده، وهم ايه عايشوا يعني. بس بعد بقى ما كنت خلصت اوضتي بقى وكده اتغدينا وعملنا اللي ورانا. بص اوضتي بقت زي الفل اهيت، يعني مش لامسه كده ان انا ايدي فيها على طول، فما هي ما بتاخرش عليه يعني. وخلصتها كده بقى، وهنخش نشوف بقى الهم اللي ما يتلم. بس جوزي حاطط البرتقال فين، حاطط البرتقال تحت الكوميدينو. فانا عكشته كده وانا بصور، ما اعرفش ايه اللي مخليه حاطه تحت الكوميدينو، يمكن حاطه عشان يستوي يا ناس. والله همي ضحك وهمي يبكي. بس فخلصت بقى اوضه النوم بتاعتي كده ورحت. كان هما بقى كنت مطلعه حاجات من الفريزر وكده من قبلها بيوم، عشان الحاجات تلحق تفك وكده. كنت مطلعه فراخ، وكنت مطلعه ورق محشي، وكنت مطلعه ايه تاني، كنت مطلعه لفه جلاش ولحمه مفرومه. بس الشقه بتاعتي نضيفه زي الفل اهيت، وخلصت بقى كله ايه. وهنخش بقى ايه، كانوا هما يعني بدأوا يجوا كده، ورحت معلقه على بتاع الفراخ كده، سلقت نصها. وياسمين بنتي ما بتحبش بقى الفراخ مسلوقه كده، ولا محطوطه في البتاع. قالت لي ايه نفسي في ستريبس يا ماما. فرحت قاسمه الفراخ بقى نصين كده، ورحت عامله ايه نص ستريبس ونص. اللهم صل على النبي. كنت سايبه بقى لبنتي صدرين كده عشان خاطر هي بتعرف تعمل الستريبس يعني. قالت لي انا بعمله حلو يا ماما ومش عارف ايه. قلت لها طب اتفضلي المطبخ معاكي. وطلعت لهم ورق كده. كنت جايبه كرنبايه كبيره المره اللي قبلها يعني، كنت شايله بتاع الورق ده في قلب الفريزر. بس بدأت بقى كده أبدأ في الحاجة يعني قبل ما هم يعني يجوا. قلت عشان يعني يبقى الحاجة سهلة على ايدينا. خلصت بقى اللي بتاع كده آه، سلق الفراخ وكده، ورحت ايه داخلة على البتاع الحمد لله إن يعني نص الحاجة بتاعتي كانت جاهزة. على أساس إن الحاجة يعني لما تبقى جاهزة، يعني اللحمة المفرومة جاهزة عندك، خلاص على كده بتاع الجلاش مش هياخد حاجة فوق في إيدك خالص. يا دوبك دهنت كده كل رقين كده يعني رشة سمنه ورحت حاطه اللحمه المفرومه في النص. بس بصوا هي العيالي بقى قاعدين لي ازاي، عمالين ادينا لنا حته ورقه جلاش. فهم التلاته قاعدين مقنبزين لي كده على البار، ما بينزلوش من على البار ابدا طول ما احنا شغالين. فربنا يخلي يا رب يحميهم. دهنت بقى كده اللي بتاع الجلاش بتاعي، ورحت بقى سقيها كوبايه لبن كده، ورحت زقاه في البتاع. ما حطيتوش بيضه الصراحه، ما كانش عندي بيضه، بس انا يعني ساعات بحط له بيضه وكوبايه لبن، بس المره دي ما حطيتلهوش. بس ده بقى في كذا حاجة كده يعني. بتاع الفراخ كانت على النار، والمحشي دلوقتي هعمله برضك، هحشيه معاكم. هخلص بتاع الجلاش عشان الفرن بتاعي بقى ني خالص، مش عارفة ليه كده. فهحطه بقى في الفرن كده عقبال ما احنا نحشي المحشي. فبس عايزاكم تعلقوا لي بس كده، تقولوا لي يعني اعمل ايه، اعمل ايه في ياسمين عز دي. جننتني الصراحه، خلت عقلي يذهب. انا بقالي كذا يوم بتفرج عليها، لما خلاص الواحد خلاص هيتجنن منها. مش عارفه ايه اللي هي بتقوله ده، وهي يعني سايقه لها بال على الشيطانه ليه. ومش عارفه يعني مكتسحه السوق اليومين دول. ما ورناش كلام غير عليها هي، يعني هي الترند بتاع السوشيال ميديا كله. يعني اخش على التيك توك الاقيها على التيك توك، اخش على اليوتيوب الاقيها على اليوتيوب. في كل حتة موجودة، مش عارفة اروح اهرب منها فين. فقولوا لها تهدى علينا كده شوية وتسيبنا وترحمنا، وتسيبنا في الغلب اللي احنا فيه. انا عايزة اعرفكم يعني الحياة ماشية ازاي. عمالة تقولك اعملي لجوزك وما اعرفش ايه وسوي هي الحياة ماشية كالآتي. اول ما الواحدة تتجوز تروح ايه
تحمل، يعني لو ربنا كرمها يا رب ربنا يديكم المشتاق تحمل، تبص تلاقيها بقى دخلت في الدور بتاعها، معلش بقى سامحوني في الكلام، دخلت في دور الترجيع وبرجع وبعمل وما اعرفش ايه، وبعد كده هو النونه تيجي والبامبرز ومش البامبرز، وهو بتفتحي عينك وتغمضي عينيكي ولا تغمضي وتفتحي، تبص تلاقي العيال دخلت المدرسه والكتب والدروس والكشاكيل وما اعرفش ايه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، انا عن نفسي يعني باخد لكم التجربه بتاعتي. وشويه معلش فصلت الصوت، كانت ياسمين بنتي كانت جايبه لي شيبسي. بس مسكت بتاع المحشي بتاعي بقى كده، وحطيت طماطم كده في قعر الحله، وحطيت بصلايه، وهنقعد بقى نحشي كده يعني حبه كده قدام الكاميرا، وبعد كده نروح واخدين الحله دي بقى وقاعدين بيها على الارض كده، نقعد نحشي على الارض كلنا. بس فبحكي لكم بقى ايه كتاب حياتي، يعني عارفين ان الواحده لما تيجي تتجوز يا عيني وتبص تلاقي ايه، بتبص لحياتها كده، يعني في ستات بتحب العيون الشتويه وبتحب الصوت الشتوي بتحب كل حاجه، وفي ستات بقى ايه كئيبه ما وراهاش غير ايه، غير النكد والخناق والمشاكل. والله العظيم يعني اكتريه الرجاله ما بتحبش النكد، ولا الستات كمان، بس هي ضغوط الحياه وتبص تلاقي مشاكل الحياه اللي بتضطرك ان انت يعني تعيشي عيشه انت مش بتبقيش عايزاها. لكن هي تقول لك ايه، اول ما تقول لك ايه، طب عارفه يا مرات ابني، تقول لك ايه الواحده لما يبقى جوزها يخش عليها بتقول لك ايه، يا استاذ محمد، طب انا ابني اسمه محمد، يا مرات ابني لو قلتي لابني يا محمد انت حره هجيبك من شعرك. لا ايه، تقول له يا محمد، تقول له يا استاذ محمد، لا ويا تقول لك يا، دي اداه نداء، ومحمد تفخيم، ايه اللي انت بتقوليه ده، ايه الهبد اللي انت عماله تهبدي ده، انا اتفرجت عليها يومين، عارفين يعني والله العظيم الواحد حاسس ان شعره بيقشعر كده من الكلام ده، إيه اللي هي بتقوله ده. خلينا في الاكل اللي احنا بنعمله بس عشان خاطر ما توهش منكم. بصوا اللي بتاع الفراخ دي كانت بنتي بتعملها ستريبسي كده بعجينه كده وبدقيق وبتاع وخلطه وكاتشب وبوليكه كبيره يعني، وعاملين حبه لسان عصفور كده جنب الاكل. والطماطم اللي هي كانت محطوطه دي كنا بشرنا عشان بنحطها على وش الفراخ اللي هي اتسلقت، ونحطها في قلب القلايه يعني. احنا حطينا الاستريبسي في القلايه الصراحه، بس مش عارفه الاولاد ما دهنوهوش زيت او حاجه زي كده، فلزق في القلايه، فبنتي قالت الباقي في الطاسه يعني في الزيت بس. وده الجلاش اللي طلع كده، والصوره بدات تكسر قدامي تاني. وخلينا احنا ما وراناش غير ياسمين عز والكلام على ياسمين عز. وبدانا بقى كده بدأنا نعمل نغرف، ونكسر بقى حبة الديكوريشن اللي بتحطهم على الوش دول، حبة خضرة كده بيكسروا اللون بس بتاع المحشي كان طالع يستاهل بقكم. العيال اكلوا الصراحة وما شاء الله عليهم، اكلوا صوابعهم ورا الاكل. و... والاكل حبة القليل اللي انتوا شايفينها دي والله بياكلوا منها، وكمان كلوا منها في العشاء يعني. بس في العشاء بقى كانت بوليكة كبيرة تاني، يعني هنخلص الاكل كده وكانت بوليكة بقى كبيرة كده هنخش فيها تاني يعني. بس خلينا في ياسمين عز، ما ورناش غير ياسمين عز بس. اللهم صل على النبي. هو طبقين اللي بتوع لسان عصفور. اللسان عصفور ده كان حروف بقى، عيالي كانوا عمالين ايه ينقوا الحروف كده وما بياكلوا، وعمالين فرحانين بيه، طعمه حلو الصراحة. اللي عايز يجيب، انا جايباه سايب يعني، مش انا اللي جايباه، بنات اللي نزلوا جابوه والله، جابوه من عند الراجل العطار يعني اللي تحت. الكيلو بقى ب20 جنيه، جابوا اللي هو لسان عصفور الحروف ده، ومش بينشي ولا اي حاجة، وطعمه حلو قوي. بس فعيالي بقى كده كانوا بدأوا ايه، قالوا لا مالكيش دعوه انت يا ماما، احنا بس عايزين نريحك كده بس، واحنا هنعمل ايه، هنعمل السينابون. قلت لهم السينابون مش هيكفي عشان هما بيحبوه كده، فقلت لهم اعملوا جنبيه قراقيش. كان عندي يعني حبه دقيق يعني، قلت لهم ايه اعملوا بيهم حبه قراقيش عشان تبقوا تفطروا بيهم الصبح. فما شاء الله عملوا بقى ايه السينابون كده بقى، بنتي عجنته. هبقى اسيب لكم المقادير في تحت في صندوق الوصف. هما 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق تقريبا، ولو مثلا على النبي بيضه ومكعب زبدة وأربع معالق سكر، وايه تاني اللهم صل على النبي، شعرة ملح. هما ضد شعرة الملح، يقولوا لي احنا مش بنحط شعرة الملح، اقول لهم سنة يضحكوا عليا. و... وايه تاني، ولبن، كوباية لبن. هبقى اما افتكر كده عشان خاطر بتاع المناظر بتمشي بسرعة قدامي، فاكتب لكم اللي بتاع في صندوق الوصف تحت المقادير. دي بقى اللي بتاع المقادير بتاعت القراقيش. يا دوبك 3 كوبايات دقيق كده او 4 كوبايات دقيق، وحبة سمسم وحبة سكر ومعلقة بيكنج باودر، وحبة معلقة خميرة فورية، وتاني وكوباية لبن
ونص كوبايه زيت على نص كوبايه سمنه، او يعني كوبايه مش مليانه قوي، 3/4 كده. هوريكم المقادير واحنا بنحطها دلوقتي اهي. بصوا، وميه دافيه بقى عشان العجن، يعني حطينا كوبايه لبن. كوبايه لبن، لو كوبايه اللبن ما كفتش لا حطي يعني زودي بميه دافيه عادي. ودي بقى كوبايه الا ربع كده اهوت سمنه على زيت. وعجناها الصراحه، فطروا منها الصبح يعني وكلوا منها بالليل وهيصي يعني، ما شاء الله بالهنا والشفا على قلوب. وعجننا بقى كده اهوت. قلت لبنتي تعجنيه على ايديك ولا نحطه في العجان؟ قالت لي لا حطي في العجان يا ماما. والكوبايه دي كان فيها حته قشطه كده بردك من وش اللبن. بس بدل ما يعني ما الواحد ما يجيب حبه حاجات من الفرن وبتاع، الوقت كان متاخر، وعشان هم كانوا بيبقوا يحبوا يتعشوا يعني كده، وبيحبوا يشغلوا الفرن، وبيحبوا يعني يشتاقوا للحاجات دي في البيت. فاللهم صل على النبي، عجناهم كده بسرعه في العجان، ورحنا بقى مسوينهم. هو بس عند السوا اللي بياخد وقت في الفرن، اللي هو الكهربا ده. تسيبيهم يخمروا بقى كده اهوت. احنا نزلنا الصراحه وطلعنا. كانت بنتي بقى يعني بنتي الكبيره كانت عملت اللي هو اللهم صل على النبي الصوص بتاع الابيض بتاع السينابون. فطلعنا لقينا ياسمين واكله نصه. فكانوا هيمسكوها يضربوها، لان هي بتحب الصوص بتاعت تشربه بالمعلقه كده. قالوا لها احنا مش هنعرف نغطي السينابون، يعني حرام عليك هيبقى قليل وكده على على المقدار اللي احنا عملناه. فهي سألتهم انتوا عملتوا الصوص؟ قالوا لها لا ما عملناهوش. فقعدوا يكذبوا عليها عشان خاطر ما تطلعوش من التلاجة وتشربوا. طلعنا لقيناها واخداها وسرقاه من التلاجة، وقعدت تلحس فيه لغاية ما خلصت نصه. فهي ياسمين بنتي كده بتعشق الصوص بتاع السينابون ده. بس. ودي بقى العجينه بتاعت القراقيش، بس عشان خاطر انا مش عايزه الخبطكم، عشان يعني ما تلخبطوش. العجينه التانية عجناها وسيبناها ترتاح شويه عقبال ما نزلنا وطلعنا، فكانوا اتخمروا شويه يعني. وبعد كده بردك بتروحوا عاملينهم مقرصين الحاجه، وتروحوا تسيبوها بردك قدام الفرن كده لغايه ما ما تخمر تاني. يعني خمرناهم مرتين. بس دي العجينه بتاعت القراقيش. مش عايزه يعني يعني اي افتكاسه. هسيب لكم المقادير تحت، المقادير الاتنين تحت في صندوق الوصف يعني. ودي اللي بتاع المقادير بتاعت السينابون. كانت خمرت بقى زي ما انتم ما شايفين كده. والسكر ده اللي هو بتاع مثلا 3 معالق سكر ومعلقتين قرفة. وممكن تحطي معلقة كاكاو، بس بنتي قالت لي لا مش لازم كاكاو يا ماما بيمرروا. مع ان انا بجيب الكاكاو اللي هو الاسباني ده، بس انا بحط يعني لما باجي اعمله بيديله لون حلو، بيديله لون السينابون الحلو ده. وبتدهني بقى كده بمكعب زبده بردك على وش اللي مثلا نبي العجينه. وبتروحي حاطه بقى المقدار. انا عملته معاكم كتير قوي في القناه الكبيره، بس القناه اللي بتاعت نجله شانيل. ورحت دعكه بقى كده اهوت المقدار ده على العجينه كده عشان يلزق في الزبده. وقلت لبنتي بقى، قلت لها بقى سيبي رشه دقيق كده عشان رشها تحت العجينه، ولا كاني بتكلم. لا نسيت يا ماما. فعملنا لفينا العجينه كده بالعافيه عشان كانت بتلزق في المشمع. فخلي بالكم من التكات دي، لازم تسيبي رشه دقيق كده عشان خاطر تبقى ما تيجي تلفي العجينه بتاعتك ما تلزقش. وبنتي التانية بقى كانت بتعمل كده اللي بتاع القراقيش. بقت وهي بتعملها بقيت اقول لها اعمليها كلها مقاس واحد عشان خاطر الصغير بيستوي قبل الكبير. فطبعا بصوا الصغيره دي اسيل بقى كانت قاعده بتعجن هي كمان هي وادم كانوا قالوا لي حطي لنا بقى دي الحته دي في الصينيه لنا عشان خاطر نبقى نبقى ناكلها. وادي اللي بتاع بصوا 3 كوبايات ونص دقيق. بصوا عملوا لنا قد ايه حاجات. يعني دول 3 كوبايات ونص السينابون دول، والقراقيش 3 كوبايات ونص برضك. فما شاء الله يعني اكلوا منهم وهيصوا. بتاع قولوا مثلا بتاع كيلو دقيق. كيلو دقيق ب20 جنيه تقريبا. تقريبا كده لا مش ب20 والله، تقريبا ب17. احنا بنجيبه ب17 اللي هو السايب ده. انا بجيب من العطار اللي هو الدقيق السايب ده، وبحب حلو يعني بيطلع الحاجة حلوة عندي يعني، مش لازم اللي هو المكيس ده. بس ورحنا بقى اللهم صل على النبي دهنين الصاج بتاع السينابون ده بردك زبده من قلبه كده وادي القراقيش بتاعتي هي طلعت. ده اول صاج. عملوا معايا 3 سجون كده. بس انا عشان الكلام خدني على ست ياسمين عزي بقى في اول الفيديو، فمعرفتش اقول لكم بقى المقادير صح. فالمره الجايه فاصل ونوصل بقى اقول لكم المقادير المره الجايه. كده بقى بداوا بقى من يوم ما كانوا كلهم بيصرخوا بقى. لو كنت سبت لكم الصوت كنت هتضحكوا عليهم والله. هم عايزين بقى كل واحد يلا حط لنا في طبقنا، يلا حط لنا في طبقنا. فكل واحد ماسك الطبق بتاعه وعمالين بيقسموا بقى التركه يعني. فبالهنا والشفا على قلوبهم يا رب، ربنا يكترهم في حياتي. كنا بقى بنقطعه كده بقى، وكنا بنفرقه في قلب الاطباق. وكانت سقيته كده بالصوص. قالت لي استنى ما يستهدى شويه عشان ما يشربش الصوص كله، عشان ياسمين المفجوعه الحراميه سرقت الصوص من التلاجة.
بس هو كان طالع هاشش وكان عامل زي العجينه القطنيه كده خالص. كان طالع يستوي بقكم وطالع جامد جدا، جربوه هيعجبكم خالص. مقاديره سهله وفي كل بيت يعني، بدل ما تشتري السينابون ده غالي جدا من بره. فجربوه كده وقولوا لي رايكم فيه ايه. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. متنسونيش بس من دعائكم، تقولوا لي رايكم ايه في الفيديو، ورايكم ايه في الكلام اللي انا قلته، ورايكم ايه في السينابون. وكلموني كده، واللي دخل جديد على راسي من فوق، والله اللي اشترك في القناه على راسي من فوق، يعرفني بس هو داخل لي من انهي بلد، ويعرفني بنفسه كده ويكتب لي كومنت كده عشان خاطر اخش ارحب بيه. بس عرفوني كده انتوا بتكلموني من انهي بلد يعني، او اشتركتوا ليه من انهي بلد. السينابون بتاعنا اهو كان طالع تحفه وهاشش وعامل زي القطن كده. يستاهل بقكم، تسلم ايد عيالي، يا رب يخليهم ليا، يا رب ما تحرمش منهم. اهو كده بقى الصاجين التانيين كانوا في قلب الفرن، كنت عماله بطلع صاج صاج كده بس، وايه وهو طلعوا لنا حبه حلوين يعني. اهو هشش من جوه ازاي.